يا كابتن خالد حضرتك. تمام، اتفضل يا حماد. بمسي على ضيوفك. الله يخليك، اتفضل يا حماد. انا شايف ان الحوار فيه مساحه النهارده، ان الناس بتعبر عن ارائها وكل حاجه، بس انت جاي مع الزملكاويه واخدين مساحه اكبر لحد دلوقتي. والله انا عندنا قلت لهم دلوقتي هتقولي اهلاويه. اتفضل. طيب اهو اهلاويه اهو، اديني بس مساحه من الوقت صغيره. اتفضل. دلوقتي انا شايف اننا كجماهير للاهلي في خطا واقعين فيه، اننا بننجر ان احنا نتجادل في اشكاليه الاهلي نادي القرن ولا لا. دلوقتي دي حقيقه في النهايه، بغض النظر عن اي كلام تاني اللي يفضل في اطار فكره الراي فقط، حق اي حد يقول رايه، انما في النهايه مش هيغير من الواقع في شيء. انما انا كجماهير الاهلي لازم اتجاوز المرحله دي. انا بتكلم عن نادي في القرن الجديد، واخد دوري ابطال افريقيا 6 مرات، كونفدراليه مره، سوبر الافريقي 6 مرات. اللي هيقارن الفارق بين النقاط بين الاهلي والزمالك في القرن الجديد هيتخض، بمعنى كلمه يتخض، لا وجه للمقارنه في القرن الجديد لحد دلوقتي. فاحنا نسيب الخناقه بقى بتاعت القرن العشرين، وبطلب من الزملكاويه ركزوا في القرن ال21 بدل ما يضيع هو كمان، ويجوا بعد 100 سنه تاني يقولوا لا احنا كنا نادي القرن وما كناش نعرف النقاط وكده. تمام. نقطه ثانيه، الزمالك في 2008 لاعب بني عبيد اللي هو درجه ثالثه في الكاس، والسيد المندوب سجل جول والزمالك خرج من الكاس، وكان اعلى عقد لاعب في بني عبيد 5000 جنيه. السنه اللي فاتت الزمالك تاهل في الكاس في الدور التمهيدي على حساب نجوم المستقبل، فريق كله مجموعه من الناشئين. فلما الاهلي يكسب فريق زي الجونه بيلعب بالناشئين 13، ما اعتقدش ان دي حاجه تقلل من الاهلي او ان الزمالكاويه يشوفوا فيها مشكله، او ان ده في اي حاجه. كان بيلعب اطفال يا كابتن مش ناشئين. نعم، ده كانوا اطفال يا حماده. حضرتك زياد احمد الصحيفي لعب كوره هاف فولي على جون احمد عادل، ما لعبهاش باسم مرسي في ال90 دقيقه في ماتش الاهلي والزمالك، صح ولا لا؟ بيقول لي ما سمعتش تاني، ما سمعتش يا كابتن تاني. بيقول لك زياد عمل واحده هاف فولي بس مرسي ما عملهاش 90 دقيقه في ماتش الاهلي. حاجه اخيره، سيبنا نادي الرجاء عملها لكم. طيب حاجه رجاء مطروح عملها بدل. حاجه اخيره، حضرتك ادمن في بيج ايطاليان زملكاوي، صح. اخبار وائل عزت ناشئ الزمالك ايه؟ وائل عزت قاعد على الكوره؟ مين وائل عزت؟ وائل عزت الناشئ اللي في الماتش الوهمي بتاع السوبر، سجل في الاهلي 3 اجوان وراح قاعد على الكوره في نص الملعب وبتاع. عندكش فكره على الموضوع ده؟ لا ما عنديش. طيب حماده هسألك